وشرح جديد. مقطعنا اليوم عن تحميل سناب عثمان، النسخة الأساسية والنسخة المكررة، وتقدر تحمل سناب بلس والسناب الوردي والأزرق والأحمر والنسخ ملونة بشكل عام. فبسم الله نبدأ شرح. أول شيء تروح الرابط موجود عندك في الوصف، راح تفتح الرابط وسفاري. أول ما تضغط على الرابط راح تلقى علامة بوصلة أو ساعة هنا، راح تضغط عليها ويفتح معك الرابط في سفاري على طول. بعدين راح تضغط على المربع الأبيض اللي هنا، أنا بس برنامج روبوت. راح يقول لك ممكن حدد ممرات، ممكن يقول لك حدد شجر، حدد شوارع، أي شيء. فبعد ما تحددها تضغط تحقق، بعدين تضغط كليك هير تو كونتينيو اللي في اللون الأزرق. تمام. بعدين راح ينقلك على صفحة ثانية على طول، راح تنتظر 5 ثواني. اوكي، هذه الصفحة راح يجيك هنا عد تنازلي من 5 إلى 0. وبعدين راح تفتح معك كلمة جيت لينك اللي في اللون الأخضر هنا، راح نضغط عليها، راح يوديك على صفحة إعلان. تضغط هنا علامة الصفحات اللي تحت، وبعدين علامة الإكس اللي بالزاوية هنا، وتقفل صفحة الإعلان وترجع مرة ثانية على نفس الصفحة القديمة. راح يفتح معك الموقع بدون أي مشاكل. طيب زي ما انتم شايفين هنا عندك سناب عثمان، عندك النسخة الأصلية هنا، وعندك المكررة، وعندك عثمان مدموج بأداة السبوف اللي هي أداة المشاهدات، عندك الأساسي وعندك المكرر. طيب تنزل تحت عندك سناب بلس تثبيت المكرر والأصلي كذلك، وعندك سناب ميكس ما يدعم التكرار، يعني نسخة واحدة فقط، والسناب الأزرق والوردي والأحمر. طيب أول شيء عندك هنا إذا جيت تضغط على كلمة تثبيت أصلي أو مكرر، ممكن يوديك على صفحة إعلان زي ما انت شايف. تقفل الإعلان ترجع مرة ثانية، علق على كلمة تثبيت. أوكي، علق عليها لين ما تظهر لك زي كذا علامة تحديد، بعدين اضغط أي مكان خليها تروح. أوكي، بعدين ارجع مرة ثانية واضغط على تثبيت. أدري ممكن تكون معقدة شوي، لكن ما هي من عندي هذه. بعدين راح تجيك رسالة التثبيت. أول ما تضغط على التثبيت راح يبدأ تحميل معاك بدون أي مشاكل. فمتجر أو موقع جدا جميل صراحة، فأنا ماني محتاج تطبيق، ما راح أحمل. أنا حملت المكرر سناب عثمان المكرر زي ما انتم شايفين، حملت كذا تطبيق. فبس جربوه واعطوني رأيكم في الكومنت. هذا كان عندي اليوم، أتمنى أكون أفدتكم. لا تنسونا من اللايك والاشتراك والكومنت، ولا تنسوا تشاركوا المقاطع اللي راحت. كان معكم عبد الرحمن، في أمان الله.